بدون قطع كلامك تحكى في الزحمة في كل حلقة حكاية. مساء الفل يا جماعه، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. ان شاء الله تكونوا بخير. نص الشعب يا بيبربر ونص التاني بيكحكح وحاجه معفنه جدا. طيب، في ناس لابسه كمامات بشوفهم في الشوارع، في حاجه مخبينا علينا تقولوا لنا يعني، عشان بس ايه من خلاص احنا فاهمين اجازه طويله وبتاع، نبقى فاهمين من دلوقتي. ماشي؟ طيب نبتدي. بصوا يا جماعه، الحلقه النهارده متقسمه نصين. النص الاولاني ممكن في الاول مش هيبان انترستنج للناس، بس هو ما بيتكلمش عن الكوره، تمام؟ هو بيتكلم عن الحياه، يعني لما تتفرج على الفيديو لحد الاخر هتفهم انا قصدي ايه. النص الثاني هو بريد القراء. طبعا الجماعه التيك توكرز دولت اللي بيتفرجوا عليها على التيك توك يعني حاطيني في حته ثانيه خالص، وانا مبسوط بصراحه. فعجبني جدا في كومنت كده، بنت لطيفه كانت سالتني سؤال هرد عليها، يعني انا اخترتها بصراحه من حوالي 15 20 كومنت، بس هي عجبتني جدا. كانت سالتني سؤال هنرد عليه. سالتني انا، قالت لي انا هل ينفع ارتبط بواحد ألدغ ولا الناس اللي هم المتنمرين اللي زيك هيضايقونا؟ فانا هرد عليها بس في اخر الفيديو. طيب اول حاجه هنتكلم عليها يا جماعه، انتوا بتؤمنوا بالحظ؟ يعني في كام واحد لما بيتفرج على الفيديو ده مؤمن بالحظ؟ سيبك من توفيق ربنا والنبي يا جماعه، ما تدخلوش الفيديوهات في اي حاجه دينيه، الله يبارك لكم. في توفيق ربنا والدعاء يغير القدر وكل الكلام ده احنا والله فاهمينه خلاص. احنا ما بنتكلمش، عايزين نهزر خلاص. اللي عايز يقعد بيها يرد يكتب لنا الكومنتات دي همسحها، مش عايز قرف خلاص. احنا بنتكلم دلوقتي في حاجات هزار، تمام؟ مين بيؤمن بالحظ؟ انا بؤمن بالحظ جدا، ومقتنع ان الحظ ده ليه جزء كبير جدا من حياتنا. انا كراجل، الناس اللي تعرفني انا نشأت نشأة طبيعيه جدا. 90% من الشعب المصري تمام بيفهم في الكوره، بيعرف كوره، بيعرف مش بيفهم في الكوره، بيفهم يعني عارف ان في دوري، في كاس، في فرقه اهلي، في فرقه زمالك. ال 90% دولت متقسمين 60 70 80 اي حاجه، متقسمين جزء بيشجع الاهلي وجزء بيشجع الزمالك. ما عندناش شك طبعا ان الجزء اللي بيشجع الاهلي ممكن يكون اكتر، ما فيش مشكله، انا راضي. الجزء اللي بيشجع الزمالك يعني لو قلنا ان هو حتى 20% 30%، احنا مش اقل من 30 مليون، تمام؟ طب الجزء دوت انا واحد منهم خلاص. انا نشأت واتولدت وترعرعت في عيله زملكاويه خلاص. اقدر اغير دلوقتي؟ ما اقدرش اغير. عندنا مشاكل في الميراث، عندي عيله، عندي ولاد، هطخ، عندي زوجه، كل دوت هيروح مني، تمام؟ ده مستقبل ما اقدرش اغير. طيب انا راضي الحمد لله، وعندنا تعثرات كتير جدا بس احنا مستحملين، مفيش مشكله. لكن انا في الناحيه الثانيه لما اجي اشوف الفرقه بتاعت الاهلي، الفرقه ديت ما بتلعبش كوره بس، هي الفرقه دي بتلعب في الاساسيات، بتلعب في الثوابت اللي احنا اتعلمناها خلاص. الواحد ابتدى يجي له يعني حاجه في دماغه ان هو يتشتت، لان انا مش مصدق ان في حاجه في الدنيا ممكن تمشي كده. العالم كله مفشوخ، تمام؟ اوروبا مفشوخه، امريكا مفشوخه، العالم كله في حروب الا فريق الاهلي. فريق الاهلي ماشي بخطى ثابته، تمام؟ هحكي لكم على الموقف اللي حاصل، يمكن الناس تشاركني تفهم شويه. الموضوع ملوش دعوه بالكوره يا جماعه. الاهلي من حوالي شهر ونص شهرين، انا مش متابع جيد خلي بالكم للكوره، انا بتفرج على الزمالك بس، سمعنا ان الاهلي هيلعب ماتش، تمام؟ ياخد بطوله. ازاي؟ مش عارفين، اول مره كنا نسمعها، بس قلنا ايه، مبروك يا معلم، يلعب ماتش ياخد بطوله. الماتش دوت كان هيلاعب فرقه في اماراتيه قويه جدا جدا جدا. عملوا قرعه قال لك الماتش ده يتلعب فين. طبعا اللي عارف تعداد الشعب الاماراتي كله ما يجيش قد شبرا، تمام؟ فالماتش لو اتعمل في الامارات ليه حسابات ولا اتعمل في مصر ليه حسابات؟ اتعمل في مصر، تمام؟ اللعيبه الاماراتيه دخلت علت صوتها في الاول وعملوا فيلم ومش عارف ايه، فكلنا كنا متعاطفين مع فرقه الاهلي بتاعتنا، بس ما عندناش شك ان الاهلي هيكسب. دخل فريق الاهلي، اللعيبه بتاعت الامارات شافت ال 120,000، هم اصلا اللي بيشجعوهم كلهم في الامارات حوالي 20,000، فطبعا شافوا البتاع ده شخوا على روحهم واتشمطوا 3-0 ولا 4-0 انا مش فاكر، واتهانوا يعني، تمام؟ بعد ما حصل القصه ديت قال لك كده الاهلي بطل افريقيا واسيا والمحيط الاطلسي وحاجه. قعدنا نهزر احنا كزملكاويه، ما احنا قاعدين هنا يعني، انتوا فاهمين، احنا بنشوف مين عندنا اتعالج، مين اتصاب، اللعيبه بتاخد الحبايه بتاعتها ولا لا، لان احنا عندنا فريق على قده شويه يعني، بنشوف مين العلاجات، كل واحد بياخد الدواء بتاعه ولا لا وبتاع، لان احنا الفرقه بتاعتنا مسنه نوعا ما، فما وراناش حاجه. بس فقلنا يا جماعه ماتش وهيعدي وبتاع، لك لا دول هيلعبوا حاجه اسمها بطوله العالم للانديه، اللي احنا بنسميها كزملكاويه بطوله العالم للادويه، احنا مش فاهمين دي ايه اصلا لحد دلوقتي، بس قلنا مش مشكله يعني، ايه بطوله وهتعدي خلاص. خدوا ماتش ببطوله، ياخدوا بطوله ثانيه ويتكلوا على الله. اجي انا من كام يوم مستني ماتش الزمالك وغزل المحله، ايفنت مهم بالنسبه لنا، من اهم الايفنتات اللي بتحصل، ماتش الزمالك وغزل المحله، لا نملك غيره، عشان بس ما حدش يجي يقول لي انت ايه اللي رميك الرميه ديت. قاعد مستني الماتش، لقيت ايه مره واحده تهليل على القهوه والناس كلها مبروك ومش عارف ايه، وبعد كده بفتح الفيسبوك احلام العصاري بقى، فاهمني ازاي؟ تلاقي الاخ قفشه متصور مع ميسي وبيعمل له كده، اكرم توفيق بيعمل كده اسمه لميسي، مش عارف مين بيشاور بيعمل كده. يا جماعه ايه اللي جاب ميسي جنب الشناوي؟ ابتديت احس ان انا بيجي لي ايه تهيؤات، او انا في حاجه حاصله لي. قال لك لا الاهلي هيلاعب ميسي، الاهلي هيلاعب ميسي، محدش قال لك بقى ايه، مفيش تفاصيل.
ابتديت ايه ادور في الموضوع، عرفت ان ايه، ان بطوله العالم للانديه اللي هم هيلعبوها ديت تمام، طلعت ان هي بالصدفه هيلاعب الفريق اللي فيه ميسي اللي بيخلص كوره. يعني عادي جدا اكرم توفيق ده يفرش ميسي في شخوه حتتين، قفشه يخرمه عادي جدا جدا. وبعد كده هنعيش، اولادنا هيشوفوا ميسي الاسطوره دوت بيتهان في اخر عمره. يعني انا رساله مني انا ببعتها دلوقتي لميسي، يعني اكرم لك اخلع والله العظيم 3 هتتهان، والاهلي هيكسبك على فكره. ابتديت اسال واتحرى الدقه تمام، واتفرجت على القرعه تمام. الاهلي بداخل قرعه فيها فرق بنت وسخه، ريال مدريد ولا برشلونه ولا فرقه جامده جدا جدا جدا، وفي الترجي، في فرق من افريقيا قويه جدا تمام. في 3 فرق راحوا طالعين ما لهمش اي معنى، اول مره نسمع عنهم. فرقه اسمها بالميراس تقريبا مركز الاهليه، احنا اول مره نسمع عنها تمام. في وبالتالي هو لعبها قبل كده الاهلي وعمل معاها ماتش تمام. وعندنا فرقه تانية اسمها بورتو، فرقه صيفيه بتلعب كره شاطئيه ولا انا مش عارف دول دي برضو جابوها منين، وما تعرفش مين اللعيبه اللي فيها. وفرقه اسمها حاجه ميامي تمام، دي من عندنا هنا من 45. قال لك هم دول ال3 فرق. البت راحت جايه بتسحب الورقه الرابعه، طلعت قالت لك لا ما ينفعش ان الفرقه دي تخش تقريبا ايه الاثنين من قاره واحده، حاجه زي كده. بص مش عايزين نتكلم في قوانين يعني. راحت قافله الورقه وقالت لك هسحب تاني. مفيش مواطن مصري بيفهم في الكوره او شاف الاهلي قبل كده مش عارف ان الاهلي هو اللي هيطلع في المجموعه دي. يعني انا وانا قاعد هنا انا عارف، زي ما كنت عارف ان شيكابالا هيضيع البنالتي، انا عارف ان الكوره ديت ان الورقه اللي طالعه دي فيها الاهلي. طلعوا الاهلي وايه وراحوا ضاحكين ومبسوطين. قلت مش مشكله، نصيبه تمام. فرقه هتلعب 3 ماتشات وتتكل على الله وتاخد نصيبها وتتكل على الله. طب ايه يا جماعه ايه القصه دي؟ اصل في فرقه منها فيها ميسي، طب برضه مش مشكله. قال لك ايه؟ قال لك ده اهم ماتش هيتلعب الماتش الافتتاحي. ما احنا عارفين ان اهم ماتش الماتش الافتتاحي. ايه جاب الاهلي الماتش الافتتاحي؟ قال لك ان ميامي دي اللي هيلعبها الاهلي هي الفرقه المستضيفه اساسا تمام، وهيلعب الماتش الاولاني اللي هيتفرج عليه ترامب والعالم كله. انتوا متخيلين ان الاهلي دوت وصل لمرحله هنكلمهم ازاي؟ طب انا النهارده افصل للولد بتاع الشيشه اللي قاعد كل ما يشوفني يقعد يذل في امي ده، لما بقى بعد كده يتفرج ده كل دوت عشان خد له سوبر ولا خد له كام دوري، ده بقى لما يبقى بيلعب قدام ميسي تمام وترامب قاعد بيتفرج والعالم كله قاعد بيتفرج، هفتح بقي معاه ازاي؟ وانا في نفس الوقت قاعد هنا بشوف عبد الله السعيد وبشوف كابتن شيكابالا وبشوف اللعيبه رؤى رجع الزمالك تاني ولا لا. ما هو برضه يا جماعه خلاص الموضوع بقى صعب، احنا نفسيا ما بقناش قادرين نقاوم اكتر من كده، الضغط بقى عالي جدا علينا كزملكاويه. هم وصلوا في حته تانية خالص. وانا بقول لكم اهوت من دلوقتي الاهلي هيكسب وهيتشهر وهيتصيد في العالم. وانا بقولها دلوقتي من دلوقتي لترامب يا جماعه خلي بالكم عشان اللعيبه دي مش راجعه. النهارده طلعوا القوانين بتاعه السفر بتاعه تشجيع الماتش تمام. القوانين بتاعه تشجيع الماتش مش لازم تبقى حاجز اوتيل، احنا هنبقى 60 مليون، في حوالي 40 50 مليون رايحين يتفرجوا، وهتلاقي الاستاد فاضي لان العيال دي هتروح تسكر طينه، هيرجعوا في الشوارع وهيشخوا على روحهم ومش مش هيروحوا الماتش. انت بجد في هجره غير شرعيه هتحصل رهيبه بسبب الماتش دوت. انا واحد من الناس هروح اتفرج على الاهلي، يعني انا هقدم على هناك وممكن ما ارجعش عادي جدا. يعني الماتش اللي هيتلعب دوت يا جماعه، ازاي الماتش الافتتاحي يلعب فيه الاهلي؟ ايه الصدفه دي؟ يعني بلاش الحظ، يعني الكلمه دي بتضايق. ايه يعني انتوا سايبين كل الفرق، والترجي مش عارف مفشوخ ومحطوط مش عارف مع مين، الوداد هيلاعب تنين مجنح بيطلع نار من بقه، انا مش عارف اسامي الفرق من كتر ما الفرق جامده جدا، خايف اقول اسامي اتلخبط. فاهم اشمعنى الاهلي؟ حاجه غريبه جدا جدا. الاوحش من كده ان انا ابتديت اتكلم مع ناس قلت لهم يا جماعه ميتين البطوله دي امتى؟ خليه خدوا بطولتكم واتكلوا على الله وسيبونا بقى ايه نركز احنا مع ماتشاتنا الجايه. عندنا ماتش مع الاسماعيلي وماتش مع المصري وبتاع، نشوف اكل عيشنا اللي هو الدوري. قال لك ده الماتش ده لسه شهر 6 وفي ابلكيشن هننزلها عشان نقعد نتفرج على الماتش. اقعد انا في الذل دوت لحد شهر 6؟ يعني انا والزملكاويه كلنا مش عارفين نفتح بقنا لحد شهر 6؟ لحد شهر 6 قاعدين مستنينهم، وبعد كده بيقول لك احنا عايزين ميركاتو، نعمل ميركاتو. يعني ايه ميركاتو اصلا؟ وسكواد، يعني ايه سكواد يا جماعه؟ احنا عندنا هنا يا جماعه بنعد الايام بنقول يا رب شهر 1 ما يجي، عشان احنا كل يوم بيعدي عندنا اللعيبه بتعجز. احنا اللعيبه ابتدى يطلع لها شعر ابيض هنا تمام. احنا في تورتتين ب 40 هيتعملوا في اول السنه الجايه، 2 معديين ال 40 وانتوا عارفينهم، مش هينفع يا جماعه. اللعيبه عندنا بتعجز ومش عارفين نجيب غيرهم. وممكن بقى في النص بقى تلاقي بقى ايه سخريه القدر، فاهمني ازاي؟ جوميز ساب الفرقه، كابتن عبد الله السعيد جاله رباط صليبي، كابتن شيكابالا جاله ارتجاج في المخ، وهم في الناحيه الثانيه بيدوروا على سكواد عايزين يجيبوا لعيبه ثانيه. ما بقاش فيه اي نوع من التوازن خلاص. مش احنا كزملكاويه مش عارفين كده. انا بقول
ان فرقه الاهلي تحاول تفكر ان هي تستقل، يعني هم زي كاتالونيا كده، ان هم يبتدوا يعملوا لوحديهم اقليم ويعيشوا لوحديهم، لان هم بجد انا والله ما بهزر، الفرق يعني كميزانيات العالم كله بيشحت تمام، وميزانيه الاهلي اللهم صل على النبي، اعلانات، رعاه، كل حاجه ماشيه كويس قوي في الاهلي زي الساعه. ما تفكروا يا جماعه تعملوا دوله وتعيشوا مع بعضيكم كلكم، تلبسوا احمر وتعيشوا مع بعض وسيبونا احنا مش هننفعكم الفتره اللي جايه. المهم قال لك شهر 6 ومش شهر 6، قلت خلاص احنا من هنا لحد شهر 6 ان شاء الله هنلاعب الاهلي مرتين تمام، نقابله وان شاء الله نغلبه ونبوظ لهم فرحتهم. قال لك لا احنا مش فاضل لكم في ايه، قال لك في بطوله اسمها الانتر كونتيننتال لسه هتتلعب. يا جماعه بيجيبوا اسامي البطولات دي منين؟ احنا يا جماعه والله اقصى حاجه وصلنا لها هي السوبر، وخدناها الحمد لله السوبر افريقي ومبسوطين جدا، بس انتوا بتجيبوا البطولات دي منين؟ وهنفضل نجري وراكم لحد امتى؟ احنا تعبنا. حاجه ثانيه، في ناس كتير قوي هتقول لك طب ما انت كنت تتعب وتشقى وتروح بطوله العالم للانديه ديت. طب ماشي يا جماعه، هل تعلم ان اول فرقه وصلت في لكاس العالم للانديه دي كانت الزمالك؟ فهتقولي طب وعملتوا ايه؟ ما انتوا ما سمعناش عنكم، ما عملتوش ماتشات ليه؟ اتلغت. ده بتقول لي بقى ان ده مش حظ؟ ده مش حظ، ده قدر. طيب احنا قفلنا الموضوع بتاع الاهلي دوت والموضوع بتاع الحظ تمام، بس احنا كلنا لازم نؤمن ان في حظ يا جماعه، يعني في توفيق ربنا طبعا وكل حاجه، بس في حظ يعني. واحنا بنناشد الاهلي والمشجعين بتاعه يا جماعه استقلوا عن مصر، احنا موقعينكم والله العظيم، العالم كله بيقع وانتم مكملين. الموضوع بقى مرعب. انا بالنسبه لي الاهلي دوت هيحتل العالم قريب جدا، انا شايف كده والله، لان كل حاجه ماشيه معاه زي الفل. نخلص من الاهلي نخش على حاجه فاني كده لطيفه. في واحده بعتالي بتقول لي ان هي عايزه ترتبط بواحد وهو ولد زي الفل وكل مقوماته كويسه، بس هو عنده عيب صغير جدا ان هو ألدغ. فهل هي يعني تبروسيد معاه ولا تقف؟ بص انا هقول لك على حاجه، صلي على النبي، لو هو الولد ده كويس وابن ناس وكده وألدغ مش مشكله، بس على شرط تبقى عايشه في صحراء او عايشه في حته، او هو اخرس ما بيتكلمش، فعايشه في حته فيهاش بني ادمين. في المجتمع بتاعنا هيبقى صعب شويه تمام، لان خلي بالك اللدغ كمان هم عندهم مشكله، هو غير ان هو ألدغ، هو بيحب يتنمر على نفسه، هو بيجيب الكلام لنفسه. يعني انا كان معايا واحد في المدرسه انا فاكر تمام، مش عارف اقول اسمه لا، يعني هقول اسمه كده بس يعني قريب من اسمه، كان اسمه فغيد تمام، عشان كنا في مدرسه فرنساوي. طب انت يا ابني كان ممكن يبقى يسموك مينا، لا هو فغيد. وكل ما هو كل ما انت تنسى انه ألدغ وتحاول تعامله ان هو بني ادم طبيعي، يجي يقول لك اسمه او تنادي عليه تفتكر ان هو ألدغ، تروح ضاحك وراح هو ضاحك ونخش في القصه دي. طيب هو كان ساكن فين؟ بس يقول لك انا ساكن في سيدي بشر. طب يا ابن الحلال ما تقول بدل سيدي بشر قول ان انت ساكن في ميامي، ما احنا مش هنروح، احنا مش جايين نسال عنك، ما تفرقش معانا انت ساكن فين. يقول لك لا والله انا ساكن في سيدي بشر ومش متضايق. بعد ما اتخرج كان في بنك زمان اسمه BNP باريباس تمام، قال لك انا شغال في بنك BNP باريباس. طب ما هو يا حبيبي ما انت لو اشتغلت في البنك الاهلي والله العظيم ما كنا هنكلمك، هم بيختاروا كده. فانا هقول لك على حاجه، انا هحكي لك على كام موقف تخيليهم. انت دلوقتي ارتبطتي بواحد ألدغ تمام، فانت اول حاجه هو رايح مع مثلا قاعد مع باباكي يقول له عايزين نقرا الفاتحه او نقرا الفاتحه، مش هينفع، هتبقى صعبه شويه وهتبقى مشكله. تخيل ان انت ماشيه معاه في الشارع وحد عكسك ورحتي ناديتيه قلت له تعالى وعايزك يعني عايزك تتخانق لي تمام، فراح دخل على الراجل اول حاجه مثلا، او حد زن عليه راح نازل من العربيه، لو يا راجل انزل لي. تخيلي المنظر، مفيش خناقه، الخناقه مش هتكمل تمام. فانت برضو لازم تختاري القصه دي. رحتي معاه في مطعم، يعني انا كان عندي صاحبنا دوت اللي هو اسمه فايد دوت، كنا بنروح مطعم اقول له بص ما تطلبش برجر تمام، ما تطلبش مكرونات، اطلب بيتزا. هو يروح جاي طالب البيتزا تمام، يقول للراجل لو سمحت عندك ينش. ما هو يا جماعه هم العيال ديت بتبقى قاصده تعمل كده، او انا مش عارف، هم بيبقوا عندهم حته كده بيتنمروا، او هم بيقسموا على نفسهم، ما اعرف. يعني هو كان ممكن يطلبها سي فود، قال له عندك لو سمحت ينش او بيبيوني. فهم انت لو قاعده معاه في مطعم وعمل الطلعه دي هتعملي ايه؟ انا واحد من الناس لو انا قاعد جنبك في الترابيزه اللي جنبك مش هسيبك، انا بقولها لك. غير كده انت برضو لازم تفكري في حاجه، ان انتوا مثلا في الاغاني بتاعت الفرح، يعني انتوا بتختاروا الاغاني بتاعت الفرح، الاغنيه السلو هتغني معاه ايه؟ يعني خلي السلاح صاحي، مفيش اغاني تانية. لان انت مثلا اغنيه بتاعت تايتانيك every time in my dream، ازاي هتخشي معاه الاغنيه دي؟ ازاي؟ هيبقى صعب جدا. الرقصه السلو مش هيعرف يقول لك رقصه، مش هقول لك تعالي يقص. بصي انا بقول لك بلاش تمام. الواد اللي معانا دوت عشان بس هو ليه علاج تمام. عندنا صاحبنا دوت فايد، من كتر ما هو الولد ابتدى يحصل له مشاكل والمدرسه كلمونا، وكانت ما كانتش اسمها بولينج فاهمني، ما كانتش اسمها بولينج. قال لك ان انت بتحاول تتنمر على صاحبك، وكانتش اسمها تنمر، كان ليها اسم تاني بس مش هقدر اقوله لان هو عيب والناس منعاني ان انا اقول الفاظ يعني. فقال لك بلاش انت بتعمل كده على صاحبك ومش عارف ايه. فقال لنا خلاص يا جماعه انا بكره ان شاء الله باذن الله رايح عند دكتوره هتعالجني وبتاع. قلنا له كويس جدا ومش عارف ايه. الدكتوره دي بتاعت ايه؟ قال لك دي دكتوره تخاطب تمام. قلنا له تقول لنا اسمها تمام. قال لك الدكتوره مايوه النمي.
فهو اصلا الواد مش ناوي خلاص، هو الواد مش ناوي، ما الدكتور ما يونمي يعني، هو اصلا وهو داخل لها بيبقى بتطلع له روشته على طول. فبصي انا وجهه نظري لو انت ناويه ان انت ترتبطي بواحد قلدغ، تشوفي الفيديو دوت وتحكمي، هتعرفي تكملي حياتك كده، هتعرفي مش هتعرفي اتكلي على الله، وبالتوفيق ان شاء الله. شكرا.